السلام عليكم. انتوا عارفين لو جبنا كيلو من السجق وحطيناه في صينيه على النار من غير اي دهون تماما، لا سمنه ولا زيت، وسيبناه لحد ما يسلك كل الدهون اللي فيه. معروف ان السجق بيبقى مليان دهون، فبنسيبه لحد ما ينزل كل الدهون اللي فيه. بعد كده بنحط نص كيلو من البصل، كام قرن فلفل حامي على بارد، نص كيلو من الطماطم، وطبعا الخضار متقطع كله طرنشات. هنحط ورقتين من اللورا، وبعد كده هنحط بهارات. ويا ريت ما نبالغش في البهارات، ما نحطش بهارات كتير، لان معروف ان السجق بيبقى مليان بهارات. انا بس بحط حبه بهارات كده علشان اطعم الخضار مش اكتر. وبعد كده هنظبط الملح ونقلب بقى كويس. هنسيبه على النار من ربع ساعة، تلت ساعة، نص ساعة بالكتير. واستمتعي بقى بالريحة. عايزة اقولك انك هتعملي سجق طعم وريحة ولا أجدعها عربية سجق في الشارع. عملناه بطريقة بسيطة جدا، ما وقفناش في المطبخ كتير، أكلة كده في اللذيذ. يا رب يكون الفيديو عجبكم وافادكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشيروه مع أصحابكم. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.